تسوى عمي وابن عمي وكل عشاير نشل. يا بو انت بس قل لي احبك اترسل كاظم شم. احبك عذبنا البعامر نار القلب زاد، بس تلحق علينا لو نصبح رماد. السلام عليكم، شلونكم شباب بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير والصحة والف عافية. طبعا مثل ما شفتوا بداية الفيديو نموذج عن حركة النص الاسطورية، واني متأكد راح تعجبكم هذه الحركة مع فلتر اسود الداكن. طبعا حبايبي ما راح اطول عليكم بالمقدمة، راح ندخل الى تطبيق لايت موشن. راح يطلع لك هذه الواجهة للتطبيق. راح اخليكم اخر الزر بالتعليق المثبت. كل ما عليك راح تدوس على علامة الزائد وتختار حجم اللي يناسبك. اني اختار هذا الحجم وندوس على انشاء مشروع. اول خطوة راح نضيف الفيديو، راح ندوس على علامة الزائد وعلى الوسائط وراح نضيف الفيديو. انا عندي هذا الفيديو راح اضيفه وياكم هذا الشكل. وهسه الخطوة اللي بعدها راح نضيف الاغنية. ندوس على مكان فارغ وعلى علامة الزائد وعلى الوسائط. انا عندي هذا الفيديو راح استخرج صوت هذا الفيديو. راح ندوس على هذه 3 نقاط واستخراج الصوت وعلى مكان فارغ. هسه نحذف الأغنية الأصلية الفيديو على مود يبقى فقط الصوت. راح ندوس على حذف، راح يطلع بهذا الشكل. خلي أنزل الصوت جوا، راح ندوس على 3 نقاط بهذا الشكل. وهسه حبيبي بالنسبة للفلتر هذا الفيديو، الفلتر الأسود، أنا عندي فيديو بقناتي شارح عن هذا الفلتر. راح أخليكم رابط الفيديو بالتعليق المثبت. بعد ما تطبقون الفلتر راح تجون أعلمكم حركة الناس. أول خطوة راح نسمع الأغنية على مود نعرف نكتب الناس. تسوى عمي وابن عمي وكل عشاير نشل. راح نروح للبداية. هسه سمعنا، راح ندوس على علامة الزائد وعلى الناس ونكتب النص اللي سمعناه. وبهذا الشكل وندوس على اللون ونختار لون الأبيض. وعلى حجم الخط راح تختارون على حجم اللي يناسبكم. أنا أخلي بهذا الحجم. وعلى هذه 3 نقاط راح أخليها بالوسط. وعلى نوع الخط أني أختار هذا الخط. راح أخليكم رابط الخطوط بالتعليق المثبت. وندوس على علامة الصح، وعن طريق اللمس راح تنزله. وين ما تخليه تقدر تخليه أيضا عن طريق اللمس، تقدر تكبره أو تصغره بهذا الشكل. أنا أخليه بهذا المكان. وهسه يا حبيبي راح نضيف عليه التأثيرات. راح ندوس على تأثيرات وإضافة تأثير ونكتب بالبحث لفة اللي هو هذا الإعدادات القياسية. أول خطوة راح ندوس على اليسار، راح نخليه على اليسار. أما بالنسبة للإزاحة حبايبي هنا راح نصفر الإزاحة، نخليه على 0 بالبداية بهذا الشكل. وهسه يا حبيبي راح نخلي مفتاح بالبداية. هذا المفتاح اللي بالبداية راح نخليه على 1. ونروح على مفتاح بالوسط. هذا المفتاح اللي بالوسط راح نصفره، نخليه على 0. هنا يا حبيبي هسه نفتح هذا نسحب هذا المفتاح اللي بالوسط، نسحبه للنهاية بهذا الشكل. اما بالنسبة لنصف القطر فنصف القطر راح نصفره بهذا الشكل، راح نخليه. وهسه يا حبيبي راح ندوس على هذا السهم وندوس على اضافة تأثير الثانية. راح نكتب البحث الخطوط اللي هو هذا اول واحد، الاعدادات القياسية. هنا يا حبيبي بالنسبة للعدد فراح نصفره، خليه 0.5. اما بالنسبة للعرض فراح نخليه على 0.16. اما الزاوية فراح نبقيه كما هو. اما بالنسبة للمرحلة هنا يا حبيبي بالنسبة للمرحلة فراح نخلي المفتاح بالوسط. هذا المفتاح اللي بالوسط راح نخليه على 24. اما مفتاح اما مفتاح بعد الوسط اللي هو هذا المفتاح راح نخليه هنا. هذا المفتاح هنا يا حبيبي راح نخليه على 1.40. 1.40. وهسه يا حبيبي راح نسحب هذا المفتاح للنهاية
وهذا المفتاح اللي بالوسط نسحبه للبداية بهذا الشكل. اما بالنسبة للون حبايبي راح تختارون اللون الاحمر، وندوس على هذا السهم ونضيف تأثير ثالث، نكتب البحث التواء كسوري اللي هو ثاني واحد، التواء كسوري اعدادات القياسية. ننزل جوا على الحجم راح نصفره، راح نخليه على 0، وراح نخلي مفتاح هنا، وراح نخلي مفتاح ايضا هنا. هذا المفتاح راح نخليه على 1000، وراح نسحب هذا المفتاح للنهاية بهذا الشكل. وهسه يا حبيبي كملنا من كل شي. راح ندوس على هذا السهم وندوس على مكان فارغ. شوف شلون طلعت، تسوى عمو وابن عمو. بهذا الشكل راح يطلع. وهسه راح ندوس على الناس، وعلى هذه الأيقونة، وعلى طبقة مكررة نضيف الإيموجي عليه بهذا الشكل. ندوس على طبقة اللي كررناه، وعلى تحرير الناس، ونمسح هذا ونخلي أي إيموجي يعجبنا. أنا أخلي هذا الإيموجي، وندوس على علامة الصح. هنا يا حبيبي الإيموجي شوية نصعده فوق بهذا الشكل، وأيضا شوية نكبره عن طريق اللمس، تقدر تكبره بهذا الشكل. حبايبي بالنسبة للإيموجي انتو جماعة الأندرويد ما راح يظهر لكم لون الإيموجي، راح تدوسون على اللون وعلى ثاني أيقونة هذا الخط راح تصفرونه. من تصفرون راح يبين عندكم اللون الإيموجي، وتختارون خط إيموجي آيفون. أيضا من الخطوط تختارون خط إيموجي آيفون. وهسه يا حبيبي ندوس على مكان فارغ. شوفوا شلون طلعت النتيجة، تسوى عمو وابن عمو. بهذا الشكل راح يطلع. وهسه يا حبيبي راح ندوس على اثنيناتن، نسوين اخضر على علامة العيون، وننسخ هذين الطبقتين. راح ندوس على هذه الايقونة وعلى نسخ 2 طبقتين، وندوس على مكان فارغ. هسه نخلي الناس على المستوى الصوت. خلينا نشغل وياكم. تسوى عمو وابن عمو. بهذا المكان ينتهي النص الاول. شلون نمدد النص؟ راح ندوس على اول نص، وعلى السرعة، وعلى هذه الأيقونة، وعلى مكان فارغ، وعلى النص الثاني، وعلى السرعة، وعلى هذه الأيقونة. راح يتمدد وياكم بهذا الشكل. أما بالنسبة للنص الثاني اللي يبدي بعده، خلينا نشغله وياكم. عمو كل بهذا المكان يبدي النص الثاني. ندوس على هذه الأيقونة وعلى نسخ طبقتين، هذه الطبقتين اللي نسخناها قبل شوية. ونمسح هذا النص على تحرير النص، ونمسح هذا ونكتب النص الثاني اللي سمعناه، وندوس على علامة الصح، وعلى مكان فارغ، وعلى الإيموجي، وعلى تحرير النص. وتغيرون الإيموجي أيضا بكيفكم، تخلون أي إيموجي على علامة الصح راح يطلع يظهر وياكم بهذا الشكل. كل عالشاير نشل راح يطلع بهذا الشكل. نشل. وأيضا أما باقي النصوص فراح أبقيها عليكم نفس الطريقة. تقدر تنسخه وتلصقه وتحرر النص وتكتب النص اللي بعده. وعن طريق السرعة تقدر تمدد النص، على تخلي النص على مستوى الصوت أو تقلله على مستوى الصوت. أنا باقي عليكم. من تكملونه راح تدوسون على هذه الأيقونة وعلى التسجيل، وبالتالي نحافظ عندك بدون أي مشاكل. فلا تنسوني بالدعم واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم على المشاهدة.